والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اسلام اشرف في فيديو جديد. فيديو النهاردة هيكون ازاي تعرف تعمل خط الايفون بطريقة سهلة وبسيطة. قبل ما نبدأ اي حاجة طبعا نذكر الله ونصلي على النبي. في الفيديو ده هعرفكم ازاي تعملوا خط الايفون بكل سهولة. نزلت الفيديو اللي فات طريقة ازاي تعمل خط الايفون بتحمل برنامج اسمه هونستا. لو عايز تشوف الفيديو ارجع شوفه. في الفيديو ده النهارده هجيب لكم برنامج تاني تقدر ان انت تعمل خط الايفون بكل سهوله وبطريقه سهله وبسيطه. بس كده ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل الشروحات الجديده اول باول. ولو عايزين اي شروحات تانية اكتبوا لي تحت في الكومنتات انزلها لكم في الفيديوهات اللي جايه. بس كده يلا بينا نعرف ازاي. اول حاجه يا ابطال، عشان تعرف ازاي تعمل خط الايفون تابع معايا الفيديو للاخر. اول حاجه ندخل على المتجر بلاي عادي او بلاي ستور، اي حاجه طبعا ان انت تقدر ان انت تحمل بيها اي برنامج. تمام، وهتكتب المصمم العربي. تمام، اول واحده دي هنختارها زي كده. هيفتح معاك طبعا، دي انا عشان محمله فانت هتحمله. اول ما نحمله بالظبط هندخل عليه بالشكل ده، هندوس على فتح يعني. تمام، هيظهر معانا بالشكل ده بالظبط. تمام، هتدوس على عمل جديد ونختار صوره. بعد ما بتضيف الصوره زي كده بتدوس على علامه الصح اللي فوق على اليمين. اهم حاجه تمشي معاه خطوه بخطوه يا شباب، وهنبدا ان احنا نكتب بقى مع بعض. هدوس على كلمه الكتابه تحت على الشمال زي ما انتم شايفين كده، هندوس عليها زي كده. وهيقول لك ايه، اكتب نص. تمام، هندوس على اكتب نص اللي فوق على اليمين، ونكتب مثلا ايه، اشترك في القناه. تمام، وندوس على علامه الصح. تمام، بصوا زي ما انتم شايفين كده، ده الخط انا كنت عامله عشان انزلكوا الشرح. ده خط اهو زي ما انتم شايفين كده. تقدر ان انت تغير بقى نوع الخط، فانت هتدوس على كلمه نوع الخط اللي هي تحت اكتب نص، هندوس عليها بالشكل ده. استنى طبعا تحمل كل دي خطوط بقى تقدر ان انت تستخدمها. اخترت الخط ده زي ما انتم شايفين كده يا ابطال، ده خط الايفون. تقدر ان انت تستخدم خطوط تانية اكتر واكتر. بصوا زي ما انتم شايفين كده، خطوط بص بالعبيط يعني اكتر من 132 خط. تقدر ان انت تستخدمه في الصور بتاعتك زي ما انتم شايفين كده. في حاجة تانية يا شباب، تقدر ان انت برضو ايه، في خطوط انجليزي وخطوط عربي. بص ده خطوط الانجليزي برضو، لو انت بتكتب انجليش هتلاقي خطوط كتيرة برضو ايه، 197 خط. يعني هنا 132 وهنا 197. فانت بعد ما تخلص بتدوس على علامة الصح وتظبط المكان بتاعك. مثلا انا ايه، ظبطت كده، قلتلكوا ايه اشترك في القناة، وظبطت المكان بالشكل ده. بس كده بتدوس بقى ايه هنا، تكبير تصغير، عايز تحركها يمين شمال، حاجات زي كده. عايز تبص، عايز تحط علامات التشكيل اللي هي ايه، الكسرة والضمة والفتحة والكلام ده كله، تقدر انت تستخدمه وتدوس على علامة الصح بالشكل ده زي ما انتم شايفين. ولو بتعمل شكل برضه او اي حاجه في بص هتلاقي على الشمال كده في الاخر خالص حاجه اسمها 3D. تقدر انت تدوس عليها زي كده وتبدا ان انت تخلي الخط بص زي ما انت شايفين كده 3D بقى بشكل احترافي جدا. مثلا بتحركه يمين او شمال فوق وتحت الكلام ده كله. وفي حاجه تانية لو عايز تعمل خط ظل زي ما انت شايفين كده بتدوس على اللي هي بصوا هتلاقي علامه الظل قبل الاخيره على اليمين. تمام، بتدوس عليها زي كده وتغير اللون اللي انت عايزه وتغير الشكل، بتكبره وبتصغره. ولو عايز تعمل بقى ايه اللي هو ايه تحديد للخط زي ما انت شايفين كده بتقدر ان انت تحددها برضو. برنامج احترافي جدا يا شباب، تقدر ان انت تحمله وتظبط صورك منه. لما تخلص الكتابة بتاعتك زي ما انت شايف كده، بتدوس على علامة الصح، علامة الصح اللي فوق على اليمين. هيقولك طبعا ايه، عايز تحفظ مشروع حفظ الصورة ايهما اقرب، يعني احنا هندوس حفظ الصورة. وهتستنى تحمل معاك بالشكل ده وبيقعد موت. هتلاقي اعلان ظهر قدامك زي كده لازم تخلصه. بعد كده اول ما يخلص تدوس على علامة الاكس اللي فوق على اليمين. بس كده الصورة هتكون حملت معاك وهتدخل في معرض الصور هتلاقي الصورة حملت معاك بالشكل ده. وبس كده يا شباب هيكون وصلنا لنهاية شرح فيديو النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو عايزين اشرح التاني اكتبوا لي تحت في الكومنتات. متنسوش تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل الشروحات الجديدة. واكتب لي كومنت برايك يشجعني ان انا اعمل فيديوهات تانية اكتر واكتر. ولو في اي شرح عايزينه اكتبوا لي في الكومنتات هنزله لكم في الفيديوهات اللي جاية. وبس كده، سلام.